السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، والنهارده ان شاء الله معانا تلاجة من تلاجات توشيبا. كان عليها جدل كتير الفتره اللي فاتت، وناس قعدت تقول لا يا جماعه مش عارف ايه، لا انا مش عايز اشتريها، لا انا عايز اشتريها. وانا كنت عامل حلقه عليها قبل كده، وجات لي اسئله كتيره قوي عليها، ودي تعتبر تاني حلقه لنفس التلاجة. حد من زمايلنا قال لي انا عايز اجيبها، فنصحته بيها وما شاء الله انا كانت بصراحه شغاله معايا تمام ومفيش اي مشاكل. حتى لما زميلي قال لي انا عايز اجيب تلاجة، قلت له لا ده ما شاء الله شغاله تمام. بس مش عارف الناس كانت قلقانه منها ليه. طبعا التلاجة اللي معانا اهي، حاطط لكم شويه بيانات عنها، اللي هي توشيبا انفرتر 395 لتر، نو فروست، 14 قدم، ضمان 10 سنين. وزي ما انتم شايفين خلوا بالكم انا بتكلم على الموديل اهو، انا كاتب لكم الموديل بتاع التلاجة. ولو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتعمل لنا لايك، ان شاء الله هتلاقي حاجات مفيده جدا. بنتكلم في مواضيع كتيره، عن عربيات، عن الاجهزه المنزليه، عن حاجات، عن حتى في السباكه، في كل حاجه، عن الكمبيوتر هتلاقي حاجات كتيره ان شاء الله في القناه. تابعنا للنهاية عشان تعرف كل حاجة، وكل اللي كان عنده أسئلة إن شاء الله أقدر أجاوب على الأسئلة بتاعته في الحلقة بتاعة النهاردة عن التلاجة. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. حبيت اوريها لكم الاول وهي حتى في الصندوق بتاعها، بحيث ان انتوا تبقوا شايفين كل حاجه. زي ما بقول لكم برضو خلوا بالكم من الموديل ده، الموديل بتاع التلاجة اللي باين على الصندوق دوت. وطبعا اهم حاجة فيها ان هي اقتصادية، صديقة للبيئة، ما بتسحبش كمية كهرباء كتيرة، فما شاء الله موفرة جدا واعتمادية. والجودة الخامات يا جماعة ما شاء الله، انا مش عارف الناس اللي بتقول انا قلقانة من التلاجة، قلقانة منها ليه؟ جات لي اسئله كتيره ان ناس عايزه تشتريها لكن خايفين يشتروها. طبعا السعر اختلف عن الاول، زادت طبعا بنسبة تقريبا، مش عارف بالظبط النسبة كام، بس طبعا نفس جودة الخامات، نفس كل حاجة. وهي بيبقى لما بتشتريها خلي بالك بس من حتة اللون، عشان ناس كتيرة بتقعد تتكلم على انه الباب بيبقى لون وهي جسم التلاجة بيبقى لون تاني. بس اهم حاجة طبعا لما تشتريها، بصوا زي ما انتم شايفين الورقة دي مهمة جدا ان انت تبص لها. طبعا دي مكتوب فيها كل بيانات التلاجة، الموديل، الاستهلاك، السعة بتاعتها اللترية، بتاخد قد ايه، بتعمل قد ايه، كل شيء مكتوب في الورقة دي. وزي ما انتم شايفين برضو قدرة الاستهلاك الكهربائية مكتوبة عليها. تعالوا بينا بقى نشوف كده نطلعها من الصندوق اهو. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبها يعني اللي جابها. طلعناها من الصندوق اهي بتاعها، طبعا بالتغليف بتاعها بكل حاجة. زي ما انا بقول لكم بصوا بقى موضوع اختلاف اللونين بتوع البيبان. طبعا ما شاء الله من جوه واسعة جميلة، هي بابين طبعا، فمن جوه هتلاقي طبعا كمية أرفف مهولة. وده طبعا أي حد عايز يشوف الدرج بتاع اللي هو بتاع التلج ده ممكن يرجع للحلقة اللي فاتت، هيلاقي الحلقة معلش هي قديمة شوية، هحاول أحطها لكم في صندوق الوصف تحت، أو طبعا دي الزراير بتاعتها ازاي تعلي درجة الحرارة أو تقللها. وفي نفس الوقت ليها يعني لمبة ليد جانبي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميلة، ربنا يبارك لصاحبها فيها. الأرف طبعا كلها إزاز، وفي جزء اللي هو بتاع الأطفال اللي فوق. وزي ما بقول لكم دي تعتبر تاني حلقة عن نفس التلاجة. لما تيجي تشتريها خلي بالك من الموديل، خلي بالك من الألوان، عشان بس ايه بيبقى الباب زي ما قلنا بيختلف عن جسم التلاجة. جسم التلاجة على طول كله يعتبر اللي هو الفراني ده، لكن بيختلف الباب فيه فضي، فيه بيج، فيه الحاجات دي كلها. وده اللون اللي جاي، انا مش عارف حتى اللون اللي جاي ده ايه، بس تمام ما شاء الله. وطبعا زي ما قلنا بتتميز بالانفرتر. لو حد عنده اي اسئله ولا حاجه اوريكم برضو الكتالوج بتاعها، بحيث يبقى عندكم كل التعليمات. زي ما قلنا ده الانفرتر، والانفرتر طبعا هو بياخد تقريبا جزء قليل جدا من الكهرباء. طبعا زي ما قلنا الانفرتر بياخد حاجة كهرباء قليلة جدا، وفي نفس الوقت هي عليها ضمان 10 سنين، غير الغسالة اللي جبناها قبل كده. لا دي عليها ضمان 10 سنين، الغسالة كان عليها حوالي ضمان 5 سنين. الغسالة تقدر تشوفها برضو في الحلقة اللي فاتت قبل كده. وما شاء الله طبعا زي ما احنا قلنا حاجة توشيبا تمام، وناس ثقة
وضمانهم كويس وبيجولك على طول، ما بيتأخروش ولا حاجة. فلا ما شاء الله من الحاجات الاعتمادية اللي تقدر تعتمد عليها. وبالنسبة للناس اللي كانت متخوفة من التلاجة أو أي حاجة، أنا بقول لكم أنا ما شاء الله عندي بقى لها ما شاء الله سنتين وشغالة تمام زي الفل. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله جايب التغليف اهوت والدنيا تمام. لو حد عايز يستفسر عن اي حاجة يبعت لي كومنت ان شاء الله وهرد عليه على طول. عايز برضو اوريكم، تعالوا بالمرة كمان نشوف الكتالوج بتاعها، بحيث ان انت يبقى عندك فكرة عن كل حاجة. شفت التلاجة، شفت التغليف بتاعها، شفتها بالصندوق وشفتها لما طلعت من الصندوق، وفي نفس الوقت هنوريكم الكتالوج يبقى عندك فكرة عن كل شيء عن التلاجة. طيب تعالوا بالمرة كده نبص على الكتالوج. زي ما انتم شايفين معاها 2 كتالوج، واحد سريع للتشغيل السريع، وواحد طبعا للتشغيل الأساسي أو اللي فيه المعلومات الأساسية. تعالوا كده نفتحه ونبص بالمرة ويبقى عندك كل شيء عن التلاجة ديت. طبعا في الكتالوج زي ما احنا شايفين مديك كل الأبعاد وكل شيء عن التلاجة، ومديك طبعا زي رسم توضيحي كده لكل استخدام في الادراج وفي الكلام ده كله. وفي نفس الوقت برضو عامل لك زي رسم توضيحي ازاي ان انت تقدر تزود درجة الحرارة او تقللها، او ان انت تعمل عملية التبريد السريع او عملية اللي هي العملية الاقتصادية، ان هو بحيث ما يسحبش كمية كهرباء كتيرة. وهي طبعا ما شاء الله من الحاجات الاقتصادية جدا ومن الأجهزة الاقتصادية، وكمان فيها انفرتر، فده بيعمل يعني شغل كويس جدا. في نفس الوقت برضه زي ما انتم شايفين هنا اهو ازاي تظبط العجل كل اللي هو الأرجل بتاعة التلاجة. تعالوا بينا نبص بصة كمان كده. وطبعا هنا حتى مديك الأبعاد بتاعة فتح الباب لما تفتحه، الكلام ده كله. طبعا ده حاجة سريعة كده انا بس بحيث ان انت اللي يشتري التلاجة يبقى عنده فكرة عن كل حاجة، شاف الكتالوج، شاف الصندوق، شاف كل حاجة، شاف التلاجة نفسها. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك، وان شاء الله مكملين معاكم وهنجيب لكم حاجات احسن واحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.